محامي شاطر الشيطان بيستغله مقابل الفلوس والشهرة. هنتفرج مع بعض على ملخص فيلم ديفلز ادفوكيت، يلا بينا. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا واحنا في محكمة وبنلاقي ان في محامي اسمه كيفن لوماكس، وهو شاب طموح وبيحب الشغلانة وبيسمع دعوة المدعي العام ضد موكله واللي بيكون مدرس ومتهم بان هو بيتحرش بالتلاميذ بتوعه. وكيفن بيتأكد انه فعلا غلطان لما بيلاقيه متوتر، بس كيفن بيطلب استراحة لانه غضبان ومش قادر يسيطر على غضبه. بناخد الاستراحة وبنعرف إن كيفن عمره ما خسر قضية في حياته قبل كده، وهو بين نارين إن هو عايز يخسر القضية دي لأنه متأكد إن الراجل ده غلطان بالفعل. وهو في الحمام بيدخل صديقه وبيتحداه إن سلسلة انتصاراته في القضايا هتتوقف وبالتالي هيخسر، وهنا كيفن بيقرر إنه يكسبها عشان يرضي غروره. وبنرجع للمحكمة وبيبدأ إن هو يخدع المتهم عن طريق إنه يوجه لها أسئلة بطريقة عنيفة عشان يربكها ويأثر عليها، وبالفعل بينجح بالضغط عليها لحد ما بيخليها تستسلم وتقول إن هي غلطانة، وبالتالي بيجيب البراءة لموكله. وبيروح بعدها عشان يحتفل مع ميري زوجته. أثناء الاحتفال بيقابله صاحب مكتب محاماة كبير اسمه مستر هيز، وبيروح لكيفن وبيطلب مساعدته إنهم هيختاروا هيئة حلفاء في مدينة نيويورك. وكيفن بيفتكره إنه بيضحك عليه، ولكن هيز بيقوله تقدر تنضم بداية من الأسبوع اللي جاي وبيديله امتيازات حلوة. وفي اليوم اللي بعده بيروح بعدها كيفن يزور أمه اللي بتكون اسمها أليس، وبيقول لها إنه رايح نيويورك عشان يختار هيئة حلفاء. أليس بتفتكر إن دي فكرة ميري لأن ميري مش بتحب تكون قريبة منها، ولكن كيفن بيقول لها إن دي فرصة وجاتله ولازم يستغلها. وبتبدأ الأم تحضنه وبيودعها وبيمشي. بنروح لكيفن وإحنا في قاعة الحلفاء، ومطلوب من كيفن يختار محامي كويس لهيز بناء على نظراته ليهم، ولكن الموضوع بيتأجل بشكل مؤقت. وبيرجع كيفن للبيت وبيقول لميري إن الموضوع اتأجل، فبتفرح لأنهم هيقعدوا فترة أطول. وبعدها تاني يوم كيفن بيقابل مدير الشركة اللي بيكون اسمه جون ميلتون، وكيفن بيحس بالتوتر والخوف قدامه، خصوصا لما جون بيبدأ يسأله في قضيته الأخيرة. ولكن جون بيكون معجب بالأمانة بتاعت كيفن وإن هو صريح معاه وبيجاوبه بشكل كويس. وجون بياخده في مكان جميل وبيعرض عليه إن هو يشتغل في شركته ويفضلوا هو وزوجته ميري عايشين في المدينة، وبيجيب لهم شقة كويسة في نفس البيت اللي عايش فيه هيس ومراته، وبيديهم جولة في الشقة عشان يتفرجوا عليها. وبتكون ميري فرحانة لأن الشقة كبيرة، وبيبدأ كيفن يسألها إذا ما كانتش عاوزة ترجع فلوريدا مرة تانية، ولكن ميري بترفض وبتأكد إنهم لازم يفضلوا هنا. بيبدأ كيفن مشواره في الشركة الجديدة، وجون بيعرف الموظفين على كيفن، وبنلاقي إن كيفن ابتدى يبقى مشغول بالشغل ومهمل في زوجته، وبيتم تكليفه بأول قضية وهي ويدافع عن راجل اسمه مويز، والراجل ده فاسد. وبيبدأ يبقى مشغول بالقضية، وميري بتكون زهقانة وبتدي وش الحيطة كده اللي هو أي حاجة نتسلى فيها. بتبدأ تصاحب جاكي اللي هي مرات هيس عشان تسليها. وبنروح لكيفن وهو في المحكمة وبيقدر يجيب براءة للموكل بتاعه اللي بيكون في الأساس راجل فاسد، وجون بيكون مبسوط منه وبيدعوه الحفلة هو وميري زوجته. وبيروحوا الحفلة بالفعل، وبيقول لها إنه مش هيسيبها في الحفلة، ولكن أول ما بيدخلوا زملاء ميري بيسحبوها من كيفن، وجون بيلاحظ ان ميري لوحدها فبيقعد يتكلم معاها وبيبدأ يكلمها عن نفسها وقد ايه هي جميلة، ولكن هو بيشقطها بالطريقة مش اكتر، وبيقنعها ان هي تقص شعرها لان لما تقص شعرها هيبقى شكلها اجمل. ولكن من ناحية تانية بنلاقي ان كيفن مش قادر يشيل عينه عن واحدة اسمها كريستابيلا اللي بتكون اجمل واحدة في الحفلة، وبنلاقيها واقفة لوحدها اللي بيبدأ يتكلم معاها. وبتكون ميري بتدور على كيفن، ولكن بيكون هيس اخد كيفن وبيعرفه على المدير الاداري للشركة اللي بيكون اسمه ايدي، وبيعرفهم ان عندهم عميل مهم اسمه أليكس، وده متهم بقتل زوجته وابنها، وإيدي اللي كان ماسك القضية بتاعته لكنه ما قدرش يوصل لحاجة. وبيجي جون وبيكلف القضية دي لكيفن لأنه عارف إن هو اللي يقدر يحلها. بيبدأ كيفن يبحث في القضية ويفهم عنها أكتر. وفي اليوم اللي بعده بيروح مع جون عشان يتعرف على أليكس، وبيبدأ أليكس يتعصب على جون عشان فاكر إن كيفن محامي ضعيف، ولكن جون بيحاول يقنعه بقبول كيفن كممثل ليه وانه يترافع عنه. وبنروح بعدها لميري اللي بتكون قصت شعرها زي ما جون قال لها، وبتقضي وقت مع جاكي في الشوبينج. واثناء ما جاكي بتغير هدومها بتلاحظ ميري ان وشها اتغير فبتهرب على طول. بتبدا تقنع كيفن باللي شافته ولكنه مش بيصدقها، وبيقول لها ان تغييرك المفاجئ من مكان لمكان هياخد وقت على ما تتأقلمي وتبقى حياتك طبيعية مرة تانية. بعدها بنلاقي ان أليس راحت تزور ابنها كيفن، واثناء دخولهم بيقابلوا جون، ولكن بترتبك وبتلاحظ ان في حاجة غريبة، وميري بتاخد بالها ان كيفن معجب بكريستابيلا. وفي اليوم اللي بعده امه بتمشي وبتطلب منه يخلي باله من نفسه ومن اسرته، وبتحذره ان ميري مش كويسة وانه لازم يهتم بيها، وبتقترح عليهم ان هم يرجعوا فلوريدا مرة تانية، ولكن كيفن بيرفض. في اللحظة دي بيجي جون وبيطلب من كيفن انه ينزل معاه في جولة في الشارع،
وبيركبوا المترو وبيلاقي إن في بلطجي بيهدد راجل في أمان الله، ولكن جون بيدافع عنه وبيقول للبلطجي دوت بدل ما ترفع سكينة على راجل غريب ارفعها على مراتك اللي هي حاليا بتخونك. بعدها بيروحوا مباراة ملاكمة وبيخلصوا الجولة بتاعتهم، وميري بتتصل بكيفن عشان تطلب منه إنه يجي، ولكن كيفن بيرفض. في اللحظة دي ميري بتكون نايمة ولكن بتحلم بكابوس، وبتبدأ ميري تحكيله إن في حاجة غلط وإنها بتحلم بكوابيس، ولكن كيفن بيحاول يقنعها إن دي هلاوس نفسية مش أكتر، ولكنها بتعيط وبتقوله إن الدكتور شخص حالتها إن هي مش هتقدر تخلف، وخايفة من إن كيفن يسيبها، ولكن كيفن بيواسيها وبيقولها إنه مش هيسيبها. وبنروح لجون اللي بيكون مستضيف كيفن عنده، وكيفن غضبان بسبب اللي حصل من إيدي، وإن إيدي هدده إن كيفن عاوز ياخد مكانه في الشغل، ولكن جون بيتصل بالمساعد بتاعه وبيطلب استدعاء إيدي. في اللحظة دي بنشوف إيدي وهو بيجري، ولكن في ناس بيضربوه لحد ما بيموت. وأثناء ما كيفن بيخرج من عند جون بنكتشف إن إيدي مات، وكيفن بيقول لجون إن أليكس غلطان ولازم يتحاكم، ولكن كيفن مش بيخسر عشان كده هيضطر يكسب له القضية. بنبدأ الجلسة وبيتم استدعاء ميليسا اللي هي عشيقة أليكس، وبتقدم شهادة زور إن أليكس كان معاها وقت الحادثة، وبالتالي أليكس بياخد براءة. بعدها أليكس بيجيله خبر إن ميري بتمر بظروف مش كويسة وإن هي في الكنيسة، وبيجري كيفن عشان يلحقها ويشوفها، وبتقوله إن جون اعتدى عليها، ولكن كيفن بيرفض إن هو يصدقها، وده لأن جون كان معاه في المحكمة. ولكن ميري بتقوله إن هي مش بتكذب، وبتشيل البطانية وبتوريله العلامات والجروح اللي على جسمها، وكيفن بيفتكر إن هي اتجننت وعورت نفسها، فدخلها مستشفى أمراض عقلية، وبتقوله إن الفلوس الحرام اللي بتاخدها مقابل القضايا اللي بتكسبها هي سبب كل اللي احنا فيه، وبتضغط عليه عشان يرجعوا فلوريدا مرة تانية، ولكنه بيرفض وبيودعها. وبيروح مرة تانية للمستشفى بيلاقي إن أليس اللي هي أمه هناك، وبتقوله إن ميري حالتها صعبة، وبتحكيله الصدمة الكبيرة إن جون يبقى أبوه اللي هي قابلته في نيويورك زمان، وبتعتذر لكيفن عشان ما قدرتش تقوله، وبتتوسل لكيفن انه يسيب كل حاجة ويرجع فلوريدا مرة تانية، ولكنه بيرفض. وبينزل بيلاقي الشوارع كلها فاضية، بيروح عشان يقابل جون ويواجهه بخصوص ميري، وجون بيعترف له انه بالفعل اعتدى عليها، وكيفن بيضربه بالنار ولكنه مش بيموت. وكيفن بيتصدم لما جون بيقول له ان انا الشيطان، وهنا ادرك كيفن ان ميري الوحيدة اللي فهمت الموضوع من اوله، وان هو ما كانش مصدقها كل ده. ولما كيفن بيلوم جون على كل اللي حصل، جون بيعرفه ان انت كان بايدك تختار، انا بس بعرض لك الفرصة وانت اللي بتقرر او لا. وكيفن بيندم لان كان في ايده يرفض عرض جون وانه يشتغل معاه، لكن الغرور بتاعه خلاه يشتغل معاه عشان يفضل يكسب. Lose! I don't lose! I win! I win! That's my job! That's what I do! وجون بيقول له ان الغرور هو خطيته المفضلة، وبيقدم له اخته غير شقيقة اللي هي بتكون كريستا بيلا اللي كيفن كان معجب بيها طول الفيلم. وبيقول لكيفن انه عاوز يكون عيلة كبيرة، وبيطلب منه ان هو ينام معاها عشان يخلف ويبقى لهم اسرة كبيرة، ولكنه بيرفض وبيضرب نفسه بالنار. ساعتها جون بيتحرق وبيموت هو وكريستا بيلا، وبيتحول لشكله الاصلي وبيرجع لملاك مرة تانية. وبنرجع فلاش باك مرة تانية واحنا بنشوف كيفن كل ده مصدوم في المراية، وهنا اثناء محاكمة المدرس اللي كان في اول الفيلم. وكيفن بيدخل القاعة مرة تانية وبيتنازل عن القضية لان ضميره بيصحيه، وبيكون مش عاوز يترافع عن واحد فاسد. واثناء ما هو خارج من القاعة بنتفاجئ ان جون موجود، وان دي رسالة ان الشر هيفضل موجود على طول. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.